يريد الابن من والده. دكتور مايكل أودونيل. كآباء نريد أن نمنح أولادنا أرض جيدة ليقفوا عليها، والقوة لينزلوا إلى الملعب عندما يأتي دورهم. دي الجملة اللي ابتدى بيها الكاتب كتابه، وقال لو كنت مش عارف تعمل ايه مع أولادك وازاي تربيهم عشان يكونوا رجال صالحين وسط عالم فاسد، وازاي تخلي ابنك مؤمن وتلميذ حقيقي ليسوع وسط مغريات كتير بيعيش فيها الأبناء، فالكتاب ده هيساعدك بنصايح عملية عشان تربي راجل صالح ومؤمن حقيقي وشخص ناضج قادر يواجه صراعات الحياة بنجاح. في البداية الكاتب بيطمنك إن الله مش هيسيبك تربي ابنك لوحدك، لأنه عطية منه، والله اختارك أنت بالتحديد وادالك كل الموارد اللي هتساعدك في تربية ابنك. عشان كده صلي دايما إن ربنا يساعدك في المسؤولية دي، وإنه يكشف ليك عن أي أمور، واطلب منه إنه يساعدك أن تكون صادق في دوافع قلبك وأحلامك لابنك، وإنك تديهم كل اللي محتاجينه منك كأب. وقال الكاتب أمثلة لصورة مغلوطة عن الأبوة واللي لازم نبعد عنها. 1. الأب المنافق. اعمل اللي بقولهولك وما تعملش اللي بعمله قدامك. قال الكاتب إن النوع ده من الآباء بتكون تصرفاته مختلفة عن اللي بيقوله وبيطالب بيه أولاده. وبيوضح الكاتب إننا كآباء متراقبين، فالأطفال الصغيرين بيحبوا يقلدوا كل حاجة بنعملها ويلبسوا نفس لبسنا ويحبوا فريق الكورة اللي بنحبه، بياخدوا حتى طريقتنا في الكلام. ولما بيتصدم الأطفال في الاختلاف بين اللي اتقال واللي بيتعاش، بيكبروا عندهم مشكلة في الثقة وبيصدقوا إن العالم ده مسرح كبير محدش بيظهر بشخصيته. وهنا يجي السؤال: هل كانت تصرفاتك وكلامك وأسلوبك كأب هو نفس اللي بتطلبه يكون في أولادك؟ وهل لو شفت ابنك نموذج مصغر منك ده هيبسطك ولا هيحزنك؟ 2. الأب العسكري اللي بيستخدم العقاب الجسدي أو الاعتداء اللفظي ويخبي الحب والقبول، وده بيخلق أولاد قاسيين من الخارج وجواهم غضب واكتئاب وعدم ثقة بالنفس. 3. الأب اللي بيحقق أحلامه وذاته في ابنه. قوم بالأمور اللي أنا ما قدرتش أقوم بيها، وفيها بيشترط حب الأب للابن بس لو حقق أحلامه وأهدافه. وده بيخلق أولاد بيقتنعوا إن الإنجاز هو الطريق عشان أستحق الحب والقبول حتى من ربنا، وإن محبة ربنا ليا مشروطة زي محبة أبويا. وبيكمل الكاتب إن صورة الأب الحقيقي هو اللي بيساند، بيقبل، بيحب، بيثق، بيتعلم من الأب السماوي وبيتواصل. ودوره مش بينتهي لما يكمل الأولاد 18 سنة، لكن بيكمل مرشد وقدوة ومتواجد ومتاح طول الحياة. وقال الكاتب إننا إذا فهمنا كآباء اللي بيجتازوا بيه أولادنا وهم بيتنقلوا في مراحل النمو المختلفة من الطفولة للنضوج، هنكون أكتر وعي في مساعدتهم عشان ينمو بقوة وثقة وصحة روحية. أول مرحلة من مراحل النمو الثقة، وتظهر من الولادة ل 18 شهر، وفيها بتساعد ابنك إنه بيشعر بالراحة الجسدية زي توفير الأكل لما يجوع والتلامس وحمله والنظر ليه، وده هينمي عنده إحساس بالثقة، وإذا لم يسدد الاحتياج ده هيشعر بعدم الثقة. المرحلة التانية الاستقلالية، ودي من سن 18 شهر ل3 سنوات، وفيها بتساعد ابنك إنه يشعر بقدرته على السيطرة على جسده، إنه يمشي ويمسك بإيده ويستخدم التواليت. كل ده هيساعده على نمو شعور الاستقلالية عنده، وإذا لم يسدد الاحتياج هيحس بالشك في قدراته والخزي. المرحلة الثالثة المبادرة من سن 3 ل6 سنوات، وفيها بتساعد ابنك إنه يقوم بالأنشطة عشان يستمتع بالشعور بالإنجاز، وده بينمي جواه إحساس المبادرة، ولو ما تسددش الاحتياج هينمو جواه شعور بالذنب. المرحلة الرابعة المثابرة من سن 6 سنوات إلى البلوغ، وفيها بتساعد ابنك يتعلم القراية والكتابة والتفكير وتعليم مهارات وتنمية مواهبه، فيتعلم المثابرة، ولو ما تسددتش الاحتياجات دي في المرحلة دي بينمو جواه شعور بالنقص. المرحلة الخامسة الهوية، وتبدأ من سن المراهقة للنضوج،
وفيها بتساعد ابنك على الإجابة على أسئلة زي أنا مين؟ وبحب أشتغل إيه؟ وإيه القيم والمعتقدات اللي همشي بيها في حياتي؟ ولو ما تسددش الاحتياج ده بتظهر مشاعر الارتباك في معرفة نفسه وفي الاختيار. المرحلة السادسة الألفة، وهي مرحلة الشباب حتى منتصف العمر، وفيها بتقف جنبه وبتشجعه في قرار الالتزام مع الآخرين زي العمل والزواج والإنجاب، ولو ما تسددش الاحتياج بيميل للعزلة والركود. وآخر حاجة قالها الكاتب إن ابنك ليه احتياجات عاطفية زي إنه محتاج للشعور بالأمان، ودورك كأب إنك تخلق عالم آمن لابنك في البيت والكنيسة والمجتمع، ومحتاج للثقة بإنك كأب تحافظ على وعودك وتسدد احتياجاته الجسدية في كل مراحل نموه، ومحتاج للحب والقبول الغير مشروط اللي بيزود جواه شعوره بالقيمة في نفسه مش لحاجة بيعملها، ومحتاج يتعلم القيم والمبادئ ويتعلم إزاي يمارسها، وتفهمه سبب اختيارك لقيمك ومعتقداتك اللي بتعيش بيها، ومحتاج للحرية إنه ياخد بعض القرارات مع وجود حدود وقواعد، ومحتاج للتواصل الفعال إنك تسمعه وتشاركه مشاعره وتفهمه، محتاج كمان للتوجيه والتأديب وفيها بتعلمه الصح مش بتدمره عشان غلط، ومحتاج القدوة لأنك أنت المعلم الأول في حياة ابنك. أخيراً بيتمنى الكاتب ليك إنك تقدر في يوم تشوف ابنك راجل تقي بيحب ربنا ومحقق كل اللي بيتمناه وصليت ليه. الكتاب حلو ومفيد ومليان بالتفاصيل، بنشجعك تشتريه وتقراه وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.